بما انه رانا في موسم برتقال، جبت لكم واحد التحليه بزاف بنينه وهايله لعشاق البرتقال واقتصاديه. يعني ما فيهاش فلون، ما فيهاش زبده، ما فيهاش كريمه سائله، وتجي راقيه وبزاف بنينه في نفس الوقت. ان شاء الله تنال اعجابكم. نروحوا للوصفه نتاعنا. هنا عندي 3 طبقات. راح ندير الطبقه الاولى اللي هي تقريبا تشبه الجينواز. انا عندي هنا حبه بيض، درت عليها قرصه نتاع الملح، 2 مغارف كبار نتاع السكر، ونطلعوها بالباتور. نبقاو نخلطوا فيها داك البيض والسكر حتى يولي لنا الخليط نتاعنا بيض بهذا الشكل ويتقال لنا شويه. نجيو هنا نحبسو، نجي هنايا كما قلت لكم نحبس ونضيف لها 2 مغارف كبار نتاع الزيت. انا هاد المغرفه هي اللي كيلت بها السكر، كيلت بها الزيت، وكيلت بها الحليب والفرينه. نضيف 2 مغارف نتاع الحليب ونزيد نخلط شويه، نخلطوهم حتى يتمزجوا لنا كامل مع داك البيض والسكر. ونضيفوا لها 2 مغارف كبار نتاع الفرينه ومغرفه صغيره نتاع خميره الحلويات وشويه نتاع الفاني. هاد الجينواز تجينا بزاف خفيفه وهايله، يعني ما تجيناش ناشفه. جربوها يعني راح تجيكم بزاف هايله. هنا اذا كنتوا حابين تضيفوا لها عطر البرتقال ضيفوا لها، ماشي يعني يجيكم بزاف بنين. وتجينا ما تجيناش كما قلت لكم ناشفه، تجي بزاف خفيفه. هكذا انا ضفت هذيك الفرينه، نجي نخلط هكذا، نخلطوها بالفوي ولا بسباتول هكذا حتى تدخلنا كامل هذيك الفرينه مع دوك المكونات اللي درتهم. هنا عندي الصينيه ولا المول اللي راح ندير فيه تقريبا واحد 25 سنتيمتر. كنت درت له بابي كويسون هكذا نحطوه كما كنتم تشوفوا، يعني ما تجيش طبقه خشينه بزاف باش ما تجيناش يعني كي نكونوا ناكلوا فيها نحسوا فيها الطبقه تاع الجينواز تاعنا خشينه. لا تجينا يعني متوسطه، تجي فيها تقريبا واحد سنتيمتر. هكذا ندخلها الفرن تاعي على 180 درجه حتى طيب لنا الجينواز تاعنا وتحمر لنا شويه من الفوق. نجي نطفي عليها هكذا، انا ندخلها للفرن ونعاود نولي لكم. هنا نروحوا للطبقه الاولى اللي راح نديرها. انا راح ندير هنايا تشينا ولا البرتقال. هنا قبل ما نعصرها انا كنت نحيت لها كامل هذاك المبشور نتاعها ولا اللوزاس نتاعها، نحيته لها وخليته راح نسحقه. كنت عصرت هكذا يعني من نص كاس، تحبوا ديروا حتى يعني كاس الا ربع ولا نص كاس نتاع جو تاع البرتقال ولا عصير البرتقال، واللي يبقى نكملوه كامل ما، يعني كاس نديرو نص عصير برتقال ونص ما، ولا نديرو كاس الا ربع نتاع عصير برتقال والاخر اللي يبقى نديروه ما. درت له 2 مغارف نتاع النشا ودرت له 2 مغارف نتاع السكر، خلطهم هكذا ونحطوهم فوق النار حتى تعقد لي هذيك الكريمه. واش نجي ندير انا هنايا المول تاعي اللي درت فيه هذيك الجينواز، نجي نحط فيه كيس بلاستيكي ونحطوا هذيك الطبقه الاولى نتاع يجي على شكل جولي هكذا نتاع البرتقال. درت انا هاد الطريقه، يعني اللي ما عندهمش سيرسو هذاك باش كي تقلبوها يعني تجي هذه هي الطبقه الاولى. ثم اذا كان عندكم سيرسو يعني ديروا طبقه نتاع الجينواز من بعد طبقه كريمه من بعد هذه الطبقه. هكذا نروح للطبقه الثانيه. انا خليت هذيك تبرد ونجي ندير هنايا الطبقه نتاع كريمه البرتقال. واش درت هنايا انا؟ هاد الكاس كيلت 3 كيسان نتاع الحليب اللي هما تقريبا 750 مليلتر نتاع الحليب، وهذاك مبشور نتاع البرتقال اللي قلت لكم عليه نضيفه معاه هكذا ونخلط ونحطوه فوق النار في كسرونه واحده اخرى. واش ندير؟ عندي هنايا 6 مغارف كبار نتاع لا مايزينا، نضيف معاهم 5 مغارف نتاع السكر. انا درت هنا 5 مغارف نتاع السكر يعني جاتني حلاوه معتدله. هنا اللي يحبوا الحلاوه بزاف تقدروا ديروا 6 حتى 7 مغارف نتاع السكر.
اذا حبيتوا يعني اللي يحبوا الحلاوه ديروا من 6 حتى 7 مغارف. انا درت هنا 5 مغارف نتاع السكر، درت 6 مغارف نتاع المايزينا، ودرت معاهم كاس نتاع عصير البرتقال اللي كنت عصرته، ونخلطهم مليح، نخلطوهم ونجيبوا هذاك الحليب اللي كان سخن يعني والحق حتى لدرجه الغليان، نعاودوا نحطوه فوق هذوك المكونات اللي درناهم ونخلطوا مليح هكذا باش ما يجوناش هذوك لي غيمو، ونعاود نصفيوه من هذاك مبشور البرتقال، ونعاودوا نرجعوه فوق النار حتى يعقد لي هكذا. هنا بعد ما عقد لي شوفوا الشكل نتاعو، نجي نحطو طبقه كطبقه ثانيه هكذا، يعني واحد الريحه راهي ما نحكي لكمش تشهي هكذا. هنا بعد ما حطيت طبقه ثانيه نجي نحط هذيك طبقه تاع الجينواز. هنا الجينواز تاعكم اذا حبيتوها تجيكم مشربه بزاف، هنا كي تحطوها جيبوا يعني سيرو اللي يكون عندكم ولا عصير برتقال وشربوها هكذا من الفوق وخليوها تبرد. اذا حبيتوها يعني هي يعني تجيكم خفيفه ومشربه، لكن اذا حبيتوها تجيكم مشربه ما اكثر زيدوا ديروا لها من الفوق شويه عصير برتقال هكذا، ندهنوها بعصير برتقال. هنايا وخليتها تبرد يعني تقريبا واحد 2 سوايع حتى 3 سوايع حتى تبرد لكم تماما، باش نجيو نحطوها هكذا يعني في طبق تقديم ونجيو نقلبوها. كما قلت لكم اذا كان عندكم هذاك السيرسو ما لكم غير ديروا طبقه تاع الجينواز، طبقه تاع الكريمه، وطبقه هذاك تاع الجولي من الفوق، يعني اقلبوا واش درت انا اقلبوا كامل. حطيت هنا في هذاك تبيسي ونجي نقسمها هكذا، قسموها يعني على انا قسمتها على 6، نتوما قسموها كما حبيتوا. وجيت هنا زينتها، كنت طلعت شويه كريمه تاع شونتيي، هنا تقدروا تزينوها هكذا براج تاع التشينا ولا برتقال كل واحد باش يقول لهم، ولا كيما انا كنت طلعت كميه تاع شونتيي ودرت لها شويه هكذا دي غوزات من الفوق تاع شونتيي وزينتها بالبراج تاع التشينا، يعني باش يبقى لو تام تاعنا برتقال هكذا كما قلت لكم، ويبقى لكم التزيين اختياري، زينوها كما حبيتوا. انا كنت درت لها هنايا شويه كريمه شانتيي كما قلت لكم وزينتها وعاودت رجعتها خليتها تبرد مليح وقدموها هكذا. شوفوا الشكل نتاعها شحال يجي شباب، يجي هايل، والذوق ما نحكي لكمش يعني يجي بزاف بنين. ان شاء الله تجربوها، واذا عجبتكم وصفه تاع اليوم ما تنسونيش بجام او كومونتير مشجع. واذا كنتوا شفتوا الوصفه هذه اول مره، يعني اذا شفتوني اول مره، اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس باش يوصلوكم كل جديد ويوصلوكم لي فيديو تاعي تاع الطبخ هكذا. وهذه هي الوصفه نتاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله تنال اعجابكم. انا بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رباحتكم، تلاقوا في وصفه ثانيه ان شاء الله، مع السلامه.